يا مساء الهنا والسعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تعالوا نعمل مع بعض اسهل واسرع واجمل سندوتشات ممكن تعملوها في حياتكم. شايفين جميلة قد ايه؟ بجد روعة. قد ايه هي كريسبي من بره وهشة في نفس الوقت من جوه. عبارة عن طبقات كده وطعمها بقى ايه يجنن. الحشوة خطيرة. هتشوفوا بقى كل الاسرار دي واحنا شغالين دلوقتي. 10 دقايق بالظبط بتكوني مخلصاها. عملت جزء في الفرن والجزء اللي انتوا شايفينه ده كان على البوتاجاز، والاتنين ما خدوش اكتر من 10 دقايق. شوية مية ودقيق بدون لت وعجن واختمار، هتطلعي اجمل سندوتشات ولادك هيدمنوها لان هي بجد تستحق التجربة. التيك اواي خلاص جالك لحد البيت، مفيش بعد كده حاجة. افرحي بقى واتبسطي وفرحي ولادك ووفري الناحية تانية. يلا بقى بينا نبدأ ونشوف عملنا الجمال ده كله مع بعض ازاي. اوعي تروحي في اي حتة. هنسمي الله وننزل بمقدار كيلو من الدقيق في بولة كبيرة. هضيف لها معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة من الملح. في الوقت ده جهز المية بتاعتي، يفضل ان هي تكون دافية عشان هتساعد العجينة في ان هي ترتاح بسهولة ما تختمرش، لان مفيهاش اي مادة اختمار او مادة رافعة. هضيف اول كوباية وبالسباتيولا كده هداخل الدقيق مع المية بالشكل ده كده، وهضيف بعد كده الكوباية التانية وهعمل نفس الطريقة. بعد ما تضيفي الكوباية التالتة هتبتدي العجينة تبقى طرية بالشكل ده. هضيف نقطتين من الزيت وهبتدي أشمر وأنزل زي ما احنا متعودين. أعجنها كويس جدا. في الوقت ده العجينة ابتدت ما شاء الله تبقى طرية وملمسها ناعم. ما تقلقوش خالص لأن هي مع العجنة تبتدي تشد وتبقى جاهزة بالشكل الجميل ده كده. هرجعها تاني في البولة وهديها مسحة من الزيت وهغطي عليها وهسيبها ترتاح شوية في الوقت اللي هحضر فيه الحشوة بتاعتنا. معلقتين كده من أي نوع دهون عندنا، وهنزل باللحمة المفرومة وهبتدي أقلب بقى كده لحد ما تتشوح كلها معايا ولونها يغير كده. خلاص دخلت في التسوية. هضيف لها بصلاية كبيرة بالشكل ده كده، وهنزل عليها بشوية من فصوص الثوم مع شوية من الفلفل السبايسي، بيديها كده طعم مشطشط جميل. هنزل بعد كده بالبهارات اللي هي نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح. طبعا الملح حسب كمية اللحمة. بحب أوي أديها سيكة كده من القرفة على شوية من الزنجبيل، بيدي اللحمة المفرومة طعم غير عادي. هقلب المكونات دي مع بعض، ما بتاخدش ثواني وبتكون جاهزة خلاص. هبتدي بقى أجيبها كده في جنب من الصينية، وهنزل بعد كده بالسبانخ. السبانخ بتاعتي أنا غسلها كويس جدا ومقطعاها. طبعا أنا بحب أقطعها قبل ما أغسلها عشان أضمن إن هي نضفت كويس جدا. رشة صغيرة بقى من الملح، رشة صغيرة جدا من الفلفل الأسود عشان بس أطعمها. وأول ما السبانخ بتدبل ببتدي أخلط كل المكونات مع بعض بالشكل ده. هضيف لها هنا قطيتين مبشورين، بتديها كده لون وتست كده مسكر جميل جدا. وبكده بقى جاهز معايا أحلى حشوة بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة ومغذية جدا. تعالوا بقى نشوف العجينة بتاعتنا بعد ما ارتاحت، يعني ما خدتش وقت، بتاع 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. بقت ما شاء الله ملمسها سوفت ناعمة وقطنية وجميلة. تعالوا بقى نشكلها الكور. المقاسات دي ترجع لكم انتوا. أنا هعمل كورة كده حجمها متوسط، عشان أنا هعمل الكورة على قد سندوتش كامل، كل واحد ليه واحد كده بحيث ان احنا منقطعش ونتعب نفسنا. شايفين؟ كلها تتقطع بنفس الشكل كده لحد ما خلصنا الكيلو كامل. بعد كده هغطي السطح بتاعها بمادة دهنية أنا عاملاه ميكس ما بين الزبدة وأي زيت بيور عندنا. بعد كده هاخد واحدة واحدة وابتدي أفردها بإيدي بالشكل ده. بديها حاجة بسيطة قوي من المادة الدهنية وابتدي أفردها بكل بساطة بالشكل ده، وهلفها يمين كده شمال. أحاول أطبقها. أهم حاجة الحشوة ما تكونش في النص عشان هديها أكتر من لفة، واحاول اغطيها خالص بحيث ان هي الطبقة الخارجية تبقى سميكة كده عشان وانا بفردها ما تتقطعش مني. شايفين جميلة قد ايه؟ نعمل واحدة تانية كده بسرعة. كل ما كانت العجينة واخدة راحتها كل ما اتفردت معايا بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين هي بتاخد رينج من 10 ل 12 دقيقة وبترتاح فيها عشان ما فيهاش اي مادة رافعة. هدي الحشوة بتاعتي في الطرف. دي مهمة جدا النقطة دي، ما تعملوهاش في النص عشان هتتقطع منكم. وهديها كده شوية من الجبنة الموتزاريلا أو أي نوع جبن عندنا. ممكن ما تحطوش سبانخ خالص، ممكن تدوها ميكس جبن. الحشوات دي ترجع لكم، عايزين تعملوها بالتونة
عايزين تعملوها بزيتون وفلفل ألوان، شوية بصل مكرمل، بتبقى طعمها حلو. دي كلها يعني أفكار لخلطات أو لحشوات للمعجنات، بتبقى طعمها جميل جدا. بعد كده هكون مجهزة صاج، هبتدي أرص فيها واحدة واحدة كده. نعمل معاكم آخر واحدة بقى في السريع كده، ممكن نفردها بإيدينا الاتنين عشان ننجز. الحشوة هنديها للطرف زي ما احنا اتفقنا، شوية من الجبنة، هطبق كده يمين في شمال، اطبق اول واحدة، تاني مرة التالتة بقى تابتة. ابتدي بقى اوسع لها بالشكل ده كده عشان وانا بقفلها تغطي السطح كله بالشكل ده كده. طريقة سهلة وبسيطة جدا، شايفين جميلة قد ايه ما شاء الله. عشان بقى الحبايب كمان فردنا واحدة تانية. اصلا عجبتني اوي اللعبة، جميلة جدا بصراحة. انا بحاول اقربها كده عشان تشوفوها من اتجاه تاني، وهطبق بنفس الطريقة كده. ناخد اول طرف وبعدين نطبقها مرتين كمان عشان نغطي الحشوة تماما. يعني اخر جزئية دي بفردها كمان وابتدي اقلبها لتحت كده، بحيث ان هي تغطيها من كل الجهات عشان لما اجي افردها تتفرد بكل سهولة. وبديها مسحة كده من الزيت، وهفرد بعد كده بعدها بتاع ربع ساعة لما اخلص الكمية بتاعتي بتكون ارتاحت اكتر، فبفردها بتتفرد معايا بالشكل ده. واديها مسحة خفيفة قوي من المادة الدهنية عشان اللون بتاعها هيفرق بعد كده، وتبقى كمان كريسبي، تبقى محمصة كده وجميلة. تعالوا نعمل الجزء بتاع بقى الطاسة. انا ما فردتهاش، باخدها زي ما هي كده وافردها جوه الطاسة عشان لو فردتها وانا بنقلها تتقطع مني. عملت اتنين اتنين قصاد بعض، طبعا حسب مساحة الطاسة اللي هسوي فيها. بغطي عليها وبسيبها مفيش دقيقة واروح قلبة، ما بتاخدش وقت. يعني لازم كل دقيقة اروح قلبة ومغيرة الاتجاه بتاعها عشان تستوي من كل الاتجاهات بطريقة مظبوطة. بعد دقيقة تانية قلبتها ما شاء الله، خدت لون جريل ممتاز واستوت كده، بقت جاهزة معايا بالشكل الجميل ده. شايفين قد ايه مستوية وجميلة، باينة قوي، وابتدت ان هي حجمها كمان يزيد وكده، اكبر دليل ان هي ناجحة جدا وريحتها بجد قلب الدنيا. تعالوا بقى نعمل واحدة كده تانية في السريع. بنزل باللفة بتاعتي بفردها زي ما اتفقنا في الصينية، باحاول اضغط عليها بالراحة خالص بكل خفية بصوابع ايدي كده، وافرد الاتنين اخليهم نفس المقاس كده قصاد بعض. وكل دقيقة بروح قلبة ومغيرة الاتجاه زي ما اتفقنا، بتاخد اللون الجريل ده. طبعا انا بدي الطاسة مسحة خفيفة كده، نقطتين زيت بأي كلينكس عندنا، عشان لو في اي لون غامق بروح مشايلاه بالكلينكس واحط مسحة دهنية جديدة، ويطلع معايا بالشكل الجميل ده كده. ما خدش وقت ولا جهد، الوقت اللي انا سويت فيه في الفرن هو نفس الوقت اللي سويت فيه في الطاسة. طالعة معايا ناجحة وجميلة ما شاء الله بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي من أجمل الوصفات المحببة لقلبي. عايزين تسموها بقى سندوتشات، عايزين تسموها ميني فطاير، زي ما تحبوا. المهم ان هي طالعة زي ما انتوا شايفين كده ناجحة وجميلة وكريسبي من بره ومستوية كويس، وكل ده في 10 دقايق. تقولوا ازاي؟ اقول لكم اتفرجوا على الفيديو للآخر. وقرن الفلفل السبايسي ابن اللذينه ده عامل شغل جميل جدا، طعمها جميل. وما شاء الله الوقت اللي خدت فيه في الفرن هو اللي عملته فيه في الطاسة، فممكن تعملوه بالطريقة اللي تريحكم. فقد ايه هي طرية ومستوية في نفس الوقت، ما شاء الله ناجحة جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنتس لانه يهمني جدا. وكالعادة مش قادرة اوقف اكل، شايفين بصوا يعني طعمها، يعني مينفعش ان انا اوقف اكل. قد ايه كمان هي مفرغة من جوه ومستوية وجميلة ما شاء الله. الفيديو خلاص انتهى، كانت معاكم صبا العريشي، والى اللقاء في فيديو اخر إن شاء الله. باي باي.